السلام عليكم، معكم نذير. على خلال عرس الوزير محمد مبدع اللي دار الابن ديالو، اللي دار فيه الغزلان وداك العلم وداك الشيء. اجو نشوفوا العرس ومن بعد غادي نسرد لكم واحد القصه كانت وقعت لي هنا في المانيا بسبب الغزلان. ماشي. شوف بعدا كاين كيفاش كياكلوا، الطريقه باش كياكلوا راه خلعاتني بحال اللي معمرهم كالو. انا الشيء كياكلوا في غزلان، محميه ديال الغزلان كياكلوا فيها. شوف الطريقه كياكلوا بحال اللي معمرهم كالو. فكروني غير في الانبياء ايامات الجاهليه. والاغلبيه كيبانوا لي اجانب، حيت يمكن كيبان الابن ديالو تزوج بشي اجنبيه. راك عارف كيتزوجوا باسبورات حمرين باش يدرزق البلاد وهرب، وراه عندك جنسيه اخرى غادي يدافعوا عليك. شوف كيفاش كتاكل، شوف على شوها. لا العظيم شوها. غزلان بحال اللي معمرهم كانوا، دابا غادي نخليكم مع واحد السرد ديال واحد القصه كانت وقعت ليا في المانيا في 2017. وكنت انا واحد المانيا في السياره وكانت وقعت لنا واحد الحادثه. دابا انا نخليكم مع الطريقه ديال السرد اللي راه سردتها، وتصنتوا ليها وان شاء الله وشوفوا الفرق. يعني شوفوا الفرق بين هذا الشعب والشعب الاخر. يلا الخوت في امان الله، نشوفوا في ساعه اخرى ان شاء الله باذن الله. واحد نهار غادي نعاود لك واحد القصه، والله العظيم غتموت بالضحك على الغزال. واحد نهار انا كانوا صيفطوني ترونسفير، هادشي كنعاود لك في 2016، فهمتيني. والبلاصه اللي غادي لي فيها ترونسفير، غادي يصيفطوني فيها الدار اللي غادي فيها ترونسفير، هي جات غير في فيلاج. كيفاش ترونسفير؟ شنو كدير باش درتي في الترونسفير؟ يعني من بلاصه كتعطيك الدوله، يعني السوسيال كيعطيك ترونسفير بلاصه اخرى، هاي دار اخرى. فهمتك. وجات هذيك السيده اللي مكلفه باش خصها توصلني للهايب، جات معطله مع شي شويه 7 ديال العشيه. اوكي. المهم جيت شارجيت الباكاج ديالي، لي فاليز مسائل، ركبنا. انا ما كنهضرش المانيه باقي، مع الالمانيه والو، زرق ما كنفهم حتى حاجه. شدينا الطريق تقريبا غتكون 30 كيلومتر باش غنوصل انا للدار اللي غنسكن فيها. غاديين في الطريق طاك ومع كاين الغابات، راك كتعرف الطبيعه اللي كاينه في الغابات في المانيا وهادشي. غادي انت على غفله يخرج واحد الغزال بوك في الطوموبيل في بارشوك. ايوا ضرب في البارشوك، هي وقفات تلاح هو ليها، ما ضربش هو الراس ولا شي حاجه، ما ماتش، بقى حي. ضرب لنا هو جيت لي كويس، فهمتيني، بحال اللي تهرس. انا قلت انا كمغربي، راك عارف الافكار المغربيه، قلت انا غادي تزيد الطوموبيل ولا شي حاجه وغتزيد وتخليه، ما عندهم، راك عارف غزلان وهادشي راه كاين بزاف. سقط ولات شنو ولات معايا تاع لومبينونس، وجات لومبينونس وانا عيان باغي نمشي بحالي، غير نوصل غير نحط راسي نعس. واحد العذاب شي ساعتين ولومبينونس، وهزوه وبقاو شحال هما ديال الاسعافات تما في الارض، وخادو من عندها النمره ديال التليفون ديالها وكارت ديدونتيتي، وجاو البوليس وترونات. انا ما بقيتش فاهم والو، انا وليت راكب في الطوموبيل وبالك كنتفرج انا في هذاك الفيلم اللي انا جاني غريب، حيت كون كان شي مواطن مغربي ما غيديرش هذيك، يعني اش غيدير الشيء اللي وقع معاها. يعني واحد قمه الانسانيه كتشوف شي حوايج اللي انا بعدا كنبقى نستغرب. وفي الاخر ركبنا في الطوموبيل ووصلنا على خير وبخير، امور كلشي مشى مزيان.
وهذيك السيده فيما كنشوفها كتبان لي شي حاجه كبيره في عينيها، واحد المراه يعني طيبه، يعني كتبان لك الانسانيه، يعني شوف حيوان وما خلاهاش تقدر ديماري وتزيد ما على بالاش. انت كيما قلت دركا هكا مشات عندك العلاقه في هذيك الشيء اللي صرا وديك الحادثه مع الغزال وكلش مشات بواحد الحاله عاطفيه. وهي في الحاله ديال القانون وشنو كيقول تقول راه كيما حنا بحال المواطن المغربي كان صرات له كيما قلت لي انت تهزو تخرجوا من الطريق وتكمل الطريق تاعك شبر الطريق تاعك فين غادي. هنا بالاخص هنا في اوروبا بالاخص في هاد الدول بحال المانيا فرنسا اسبانيا بعدا بلجيك راه ملي كتوصل لشي بلاصه كتخرج مع الباراج كيشوفوا عندك غير شويه ديال الدم في الباراشوت ديالك كيريضوك كيديروا معاك لونكيط. وإلا داروا معاك لونكيط ومثلا قلت لهم انا قتلت مثلا حيوان دخلت فيه كلش راك تعتقل. هذيك حنا كنا في مجال حضاري، اما هادشي اللي وقع لي كنقول لك راه وسط غابه، الطريق وسط غابه غادي، يعني كان بالامكان ديالنا ما كاينين لا كاميرات، الظلام الليل كنهضروا هذيك الساعه ولا 8 والصرف، يعني الظلام يعني كان فيها ما تطرفوا ولا ما توقفش كاع، هي 116 وتكمل الطريق ديالها وسدات مدام. اما لا هي وقفات وعيطت على لومبيلونسي وجات الشرطه تعاملت مع ديك الحادثه بحال شغل دخلت في انسان. القمه ديال الانسانيه اللي شي حاجه اللي انا بعدا كاين بقيت واحد مده وانا مشوقي. هادشي اللي كان، والى اللقاء وضرب شي قطعه من تمايا. شوف الطريقه اللي كياكلوا بها، شوف الطريقه اللي كياكلوا بها. رزق الشعب، رزق الشعب، والله العظيم رزق الشعب. شوها جات في الوقت المناسب ديالها وجرت معها فئه كبيره ديال البرلمانيين. كاينه المحاسبه، راه سيدنا راه كيطالع على الامور. وعاشت المملكه وعاش الملك والله يخلي لنا الملك ديالنا. اما هاد السراق واللي كينهبوا في الدوله راهم حسابهم عسير يوم القيامه ان شاء الله. الله يمن سامحوكم بالله. عرس عطيهم عليكم 2 مليار ونص والامير ديال دبي الله يعطيك الحبس او جاي الحبس، الله يعطيك الحبس وامثالك يا ربي. تكون شي تصفيه وحيدوهم كاملين علينا. المهم هادشي اللي كان اخوتو، هادشي كيضرني خاطري انا كنشوف رزق المال. لكن حتى الشعب تا هو كياخد 200 درهم وكيسكت. المهم خليوني ساكت، اعانكم الله.